السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة عرض على زغاليل. قبل ما نبدأ العرض أحب بس أقول لك إن أنا من دمياط. أنا اسمي مصطفى الدالي من دمياط. رقم موبايل 010-6666-9413. هكتبه لك دلوقتي على الشاشة، وعليه واتس وعليه فودافون كاش وانستا باي. بالمناسبة دي انتشرت في الفترة اللي فاتت دي، ناس كتير بتنصب على الفيس، ناس بتحول لها فلوس ومحدش بيبعت حمام. فخلي بالك ما تحولش لأي حد ما تعرفوش، وإذا حد انت شاكك فيه، حتى لو أنا انت شاكك فيا، ما تحوليش فلوس. تمام كده؟ ده الكلام ده للناس اللي أول مرة تشتري من على النت. طبعا أتمنى ان انت لما تشتري تشرفني، تستلم حمامك بنفسك، تشرفني في البيت وتستلم بنفسك وتشوف حاجتك وتستلمها بإيدك. تمام؟ لو انت عايز ان انا اشحن لك الحمام لبلدك. طبعا لازم تكون عارف ان قبل شحن الحمام بتحول ثمن الحمام بالكامل، وانت اللي بتحاسب السواق اللي ما بيوصلش لبيتك زي ما انت في ناس كتير فاكرة. الشحن بيكون لموقف المحافظات، بتحاسب السواق من موقف محافظتك. وطبعا المحافظات المتاح ليها شحن، لان انا من دمياط مفيش شحن الا الى القاهرة، موقف عبود او موقف السلام، اسكندرية، الاسماعيلية، بورسعيد، المنصورة، المنزلة، يعني المنصورة وضواحيها يعني. طيب الناس اللي بتسأل عن لحم شغال، مفيش دلوقتي لحم شغال، مفيش لحم شباب. طيب الزاجل الشغال، مفيش برضو زاجل شغال ولا زاجل شباب. اللي بيتعرض الزغاليل اللي هي من انتاجنا او من فرخنا بفضل الله. كان في ناس ما لحقتش تشتري المرة اللي فاتت، فاحنا بنكرر العرض الزغاليل الزاجل اهوت مرة تانية. الناس اللي كانت حاجزة زغاليل لحم، طبعا ان شاء الله قريب قوي هنبدأ تسليم زغاليل حمام اللحم. احنا بنجهز للناس طبعا اللي هي بأولوية الحجز، الناس اللي دفع عربون وبتنتظر انها تستلم الحمام. لو حد قلقان مفيش فيها حاجة خالص يكلمني، لو انا اتأخرت على حد يكلمني ارجع له العربون، مفيش اي مشكلة، بدون اي زعل، عادي يعني، مفيش اي مشكلة. لكن هو انا عشان اطلبه لازم اكون اخد عربون في البداية. طبعا اهوت اللي احنا بنجهز لهم هنا اهوت، بسم الله ما شاء الله. برضو دي زغاليل خلاص اللي هي اعتمدت، اللي هنبدأ ان شاء الله نسلمها. لكن زي ما قلت لك للي الناس اللي هي اولوية الحجز، الناس اللي حاجزين من زمان وبينتظروا. وطبعا هنا اهوت المجموعة اللي فوق دي كمان هنبدأ نعرضها في السلاكة هنا كده، هنوريهم لك واحد واحد. طيب بالنسبة للناس اللي عايزة تحجز زغاليل لحم، انا وقفت الحجز في الفترة دي لحد ما نسلم للناس اللي هي دفعة فلوس وحاجزين. نسلمهم الاول، لما نقرب كده ان احنا نسلم الناس كلها اللي هي دفع فلوس، نبدأ نحجز لناس تانية، عشان ايه؟ عنده حجوزات كتير. طيب الناس اللي بتسأل على الزغاليل السيلفر اللي كانوا حاجزين، يا جماعة مفيش غير الجزء ده انا بنتظره، وفي جزء تاني هسلمه في السلاكة ده مجهزه بقى، يعني ما شاء الله نقول عليه حتى بوصل لمرحلة الشباب. لكن هو لسه اهو مفيش حجز دلوقتي زغاليل سيلفر، لان طبعا عدد عنده قليل جدا من الزغاليل السيلفر اللي هي كانت وارد الكويت. طيب هنبدأ بأول زغلول، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا جماعة زغاليل معتمد على نفسه. هو طبعا فيهم زغاليل لسه عمرها صغير، ده للناس اللي هي حابة ان هي تعود الحمام وهتطير الحمام. الناس اللي هي بتحب تطير الحمام لازم ياخد الزغاليل صغيرة، ما ياخدش الزغلول ده منه. فيه صغير وفيه اللي هو مكتمل الريش ممكن يطير، ده يضيع. لكن احنا بنعرض برضو ده وبنعرض ده، اللي عايز برضو كبير يطلب الكبير، واللي يطلب الصغير يطلب الصغير. كلهم بسعر واحد يا جماعة. هو الفرق ممكن يكون اسبوع ولا حاجة، لكن الاسبوع ده هيكون هو بيعرف يطير. طيب ده اول واحد، بسم الله ما شاء الله. ده التاني، ده اللي بقول لك هو لسه فيه الشعر الاصفر اهو. ده الناس اللي هي بتحب الطير، ده اللي بيحب العمر ده. لكن اللي هيربي محبوس في اوضه مثلا ما فيش مشكله يربي ده، واللي هيذبح ما فيش، ما يغلاش على السكينه اي حاجه. تمام. يبقى كده اتنين، كده اتنين. برضو ده التالت نفس العمر بتاع الاولاني، يمكن تقريبا اخوه اهوت. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، اللهم ارزق الجميع. الزغلول الرابع اهو اللي لسه داخل ده،
اهو بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انضف شوية زغاليل يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. الخامس اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. طبعا كل اللي حطيناهم دول، كل 5 لحد دلوقتي كلهم ازازي. 6 ده طبعا برضو من اللي هو لسه العمر الصغير، الناس اللي عايزاه يتعود على المكان اهو. 6 7 ده نقول ايه مفصص، تمام كده 7 زغاليل. 8 ازازي. 9 برضو ازازي، بسم الله ما شاء الله. 10 اللهم بارك، 10 برضو ازازي، بسم الله ما شاء الله. طيب ال10 زغاليل الازازي دول اول نكمل نقول ايه سعرهم. طبعا مش هنقول زي ما الناس بتقول الزغلول ب 300، واللي بيقول الجوز ب 500، واللي بيقول الجوز ب 400، واللي بيقول الجوز ب 300. احنا بنتكلم بالجوز، الجوز ب 225. زغاليل نضيفة يا جماعة، مستويات محترمة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. الجوز ب 225. فيه تاني في تاني بس لسه اعمارهم صغيرة، يعني مثلا اسبوع وهيطلع مثلا ايه 3 4 تجواز 5 تجواز، الله اعلم، ربنا يبارك في الباقي. في حاجات زي كده هو قدامه اسبوع ويبقى زي التاني اللي حضرتك شايفه ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وطبعا هنا اهو برضو معاهم زغيل زاجل اهو، وهنا برضو في زاجل على لحم، تمام. طيب كده خلصنا الزاجل. في كمان جوز اللي عايزه ياخده معاهم بسعر قليل يعني. الزغلول ده اللي احنا بنعتبره بلدي هنبيعه برضو هو واخوه، ده واحد، تمام. ده اللي عايز يذبح يعني، لو حد ياخد المجموعة يذبحها ياخد ده معاهم، او ممكن يتربى على انه بلدي يعني. الزغلول التاني اخوه، نفس الزغلولين اللي بعناهم مع المجموعة اللي فاتت بالظبط يا جماعة. الزغلولين دول ب 150 جنيه بس، تمام. الزغلول اهو، والتاني اللي ورا ده. طبعا احنا في الفترة دي بنعطيهم شوية فيتامينات، وبنعطيهم شوية منشط كبد ومضاد سموم، ويعني ايه بنهتم بيهم عشان اللي ياخدهم ما يتعبش فيهم، وياخدهم ان شاء الله بصحة كويسة. لو هيربيهم، لو هيذبحهم برضو ياخد فيهم، يلاقي فيهم لحم كويس بإذن الله. طيب بالنسبة للزغلول ده، هو يعتبر أصبح شاب، ده ب 100 جنيه. زغلول رومي، زغلول رومي من الحمام الرومي اللي احنا بعناه، ما عادش باقي من الرومي اللي احنا بعناه اي حاجه، هو ده اخر زغلول من الناس اللي هتسالني على الرومي، ده اخر حاجه، تمام اهوت. طيب بالنسبه للناس اللي حاجزه مني زغاليل لحم ابيض، ده هنسلم اول جوزين لاول واحد حاجز اللي عليه الدور يعني. اخونا من بورسعيد ده حاجز جوزين زغاليل لحم ابيض، ده اول زغلول، بسم الله ما شاء الله. زغاليل معتمده ناشفه يعني تربيها وانت مرتاح، معديه مرحله الخطر. ده الزغلول التاني، بسم الله ما شاء الله، حاجه تملي ايدك يعني، لما تمسك الزغلول كده في ايدك هتعرف. ده التاني، بسم الله ما شاء الله، زغاليل كبيره مش زغاليل صغيره. كده 2، اللهم بارك. ده الزغلول التالت، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كده 3 زغاليل، لسه له كمان زغلول. ده الزغلول الرابع، اللهم بارك. يبقى كده دول الجوزين بتوع يا جماعه. الناس اللي سالت عن حجز زغاليل اللحم واسعارها، الجوز اللي زي ده يا جماعه ب 300 جنيه، جوز زغاليل محترم، مش هتجيبه من اي مكان بالسعر ده ولا بالشكل ده. ربنا يبارك للي هياخدهم اهو، تحس ان هو حمام كبير مش زغاليل، تمام كده. دول الجوزين بتوع اخونا اللي من بورسعيد. هنشوف بقى واحد تاني، اخونا التاني اللي هو كان طالب جوز لحم سيلفر، جوز زغاليل لحم سيلفر، او ما شاء الله تحس ان هو فرد حمام كبير. ده زغلول
واجيب لك الزغلول التاني كمان. ده نبدأ باللحمة السلفر، هو حاجز جوز سلفر وجوز ابيض. ده الفرد التاني. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. تمام كده من قرب اهو يا جماعه. ده الجوز الزغاليل السلفر. اجيب له الجوز الابيض. ده زغلول ابيض. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك له فيهم. الزغلول التاني. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يبقى جوز ابيض والجوز السلفر. كده احنا سلمنا 2. انتوا عارفين ان هيبقى عليها جدا ان حد يكون دافع لي عربون، بكون شايل همه جدا جدا يعني، وعايز اخلص من الدين اللي عليا. يبقى كده جوزين، ربنا يبارك له فيهم باذن الله. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.